السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دكاترة الصف الخامس الابتدائي. يتجدد اللقاء بكم مع درس جديد من دروس مادة التربية الدينية الإسلامية، وإحنا وصلنا إلى فرع العبادات، والدرس الأول اللي هو الترم الثاني اللي هو الدرس النوافل. فرض الله تعالى على عباده القليل من العبادات الواجبة مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وغيرهما من العبادات التي بوسع كل إنسان أن يقوم بها، لكن هناك من يحب أن يستزيد من الوصل بربه، فشرع الله تعالى له عبادات مستحبة تسمى النوافل، وفيها كثير من الفضل، كما جاء في الحديث فقال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري. إيه معنى كلمة النوافل؟ النوافل هي العبادات التي يريد الإنسان أن يستزيد بها من الفضل، يعني ليس المقصود بها الفروض اللي هي الصلوات وصوم رمضان، ولكن دي أعمال مستحبة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. معنى النوافل وحكمها: النوافل جمع النافلة، وفي الشرع هي الزيادة من العبادات الواجبة كالصلاة والصوم والزكاة والحج. كل عبادة نقوم بها يمكن أن نزيد منها عند القدرة والرغبة ابتغاء مرضات الله ومزيدا من الوصل به وتهذيب أنفسنا وعمارة الكون من حولنا. يعني إيه؟ يعني أنا عندي كل الفرائض أستطيع أن أنا أقيم بها نوافل. نوافل يعني أفعال مقربة إلى الله عز وجل مثل العبادات، كأن أنا أصلي ركعتين تقربا إلى الله عز وجل، أصوم اثنين وخميس أو 3 أيام الشهور القمرية أو الزكاة أو الحج. تمام؟ فكل هذه تعتبر إيه؟ تعتبر نافلة، وذلك بعد أداء الفريضة. بعد أداء إيه؟ الفريضة. طيب ناخد أمثلة مع بعض على النوافل. نوافل الصلاة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على الصلاة المفروضة بسنن رواتب. سنن الرواتب يعني كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. طيب مثال على النوافل من الصلاة: أي إنسان يستطيع أن هو يصلي نوافل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي واحد يصلي 12 ركعة في اليوم غير الفريضة، إيه المكافأة والجزاء من الله عز وجل؟ أن هو يبني له الله بيتا في الجنة. طيب السنن الرواتب هي التي تتبع غيرها من الصلوات المفروض. تتبع غيرها يعني تكون بعد الصلاة المفروضة، ومنها ما يكون قبل الصلاة، وفي منها كمان بيكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون بعدها، وعدد ركعتها 12 ركعة مقسمة كالتالي: أولا عدد الركعات قبل الصلاة 2 قبل الفجر، 2 زائد 2 يعني ممكن 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. طبعا قبل العصر مفيش، بعد العصر مفيش، قبل المغرب مفيش، في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين بعد العشاء. فاحنا لو جمعنا المجموع دول ادي دول 6 ودول 6 كده 12 ركعة. فأي إنسان يستطيع أن هو يصلي في اليوم 12 ركعة يكون الجزاء يبني له الله عز وجل بيتا في الجنة. وهناك صلوات مسنونة أخرى يقوم بها العبد في مناسبات محددة كصلاة العيد أو عند تغيير الأحوال الكونية مثل صلاة الكسوف والخسوف، أو في حالة ندرة سقوط المطر كصلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، وصلاة الليل والضحى والتراويح والوتر. طيب في نوافل تانية يستطيع الإنسان يقوم بها غير ال 12 ركعة فيه كتير، مثل صلاة العيد أو صلاة الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء أو صلاة الضحى أو قيام الليل والتراويح. طيب نوافل الصوم: هناك أيام يمكن أن نصومها تطوعا في غير رمضان
كيومي الاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء. وهناك أيام كثير يستطيع الإنسان أن هو يستزيد من الخير. نوافل الأخلاق تكون بزيادة التحلي بالأخلاق الحميدة والتخلص من الذميمة، وهذا لا حد له ولا قدر ولا وقت. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. صحيح البخاري. فضل النوافل. فضل النوافل. للنوافل فضل عظيم، فهي تزيد من الوصل بين العبد وربه، تجعل للعباد وصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تساعد في تهذيب النفوس، تجبر أي نقص في الصلوات المفروضة، يزيد بها الله تعالى عباده ثوابا وفضلا ونورا يوم القيامة. والآن بعد أن انتهينا من شرح الدرس وصلنا إلى حل تدريبات الكتاب المدرسي. نشاط رقم 1 بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. 1. النوافل أعظم قدرا عند الله تعالى من الفرائض. النوافل أعظم قدرا عند الله تعالى من إيه؟ من الفرائض. طبعا دي إجابة خاطئة. ب. شرع الله تعالى النوافل لمن يحب أن يستزيد من الوصل به سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم في العبادات. طبعا دي إجابة صحيحة. ج. حكم القيام بالنوافل إنها واجبة. واجبة يعني فرض. طبعا دي إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. رقم د. يمكن أن نقوم بالنوافل في مختلف العبادات. طبعا دي إجابة صحيحة. نشاط رقم 2 بيقول لي ارسم دائرة حول النوافل بالجدول التالي. طيب تعال نشوف مع بعض. صلاة الليل دي نافلة ولا لا؟ دي نافلة. طيب بعديها صلاة الضحى كذلك دي أيضا نافلة. صوم رمضان. هل صوم رمضان؟ لا، صوم رمضان ده فرض. بعد كده ايه؟ التبسم. طيب صلاة المغرب دي ايه؟ دي فرض. الصدقة من النوافل. الأكل كذلك من النوافل، ان الانسان يستطيع ان هو ايه؟ يحول الاكل الى عباده، ان هو ينوي عندما ياكل ان هو يتقوى على عباده الله عز وجل. طيب صوم يوم عرفه هل ده فرض؟ صوم يوم عرفه ده ايضا من النوافل. التخلص من خلق الكذب كذلك من النوافل. الزكاه، طبعا الزكاه دي ايه؟ فرض. نشاط رقم 3 بيقول لي اذكر 3 فضائل لاداء النوافل. طبعا السؤال ده هيكون هو ده سؤال الواجب معانا النهاردة، وبكده يكون وصلنا مع بعض إلى نهاية درس اليوم. فلو عجبك الشرح أو حسيت نفسك استفدت من الدرس ما تنساش تضغط لايك للفيديو، وحاول تشارك الفيديو لزمايلك عشان تكون سبب في نشر العلم، والدال على الخير كفاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.